ازيكم؟ تعالوا اوريكم ازاي عملت ديزاين لميدالية مفاتيح باللوجو بتاعي وطبعتها على 3D برينتر. في مرحلة الديزاين استخدمت برنامج فيوجن 360 واللي عليه تقدر تصمم حاجات كتير جدا جدا جدا. بعد ما خلصت الديزاين خدت الفايلات ورحت احطها على البرينتر، وعشان نستخدم البرينتر فمحتاجين نعمل كذا خطوة. اولهم اني اختار لون الفيلمنت او البلاستيك اللي انا عايز اطبع بيه واحطه في المكنة. علشان نستخدم البلاستيك فمحتاجين نخلي سن المكنه اللي بينزل الفيلمنت او البلاستيك يكون سخن، وعلى حسب نوع البلاستيك او الفيلمنت اللي احنا بنستخدمه بنستنى درجه حراره معينه يسخن عندها سن البرينتر، وبكده نكون جاهزين نحط الفيلمنت او البلاستيك في البرينتر بتاعنا. ولكن محتاجين نقطع الفيلمنت او البلاستيك بتاعنا بزاويه 45 بحيث يبقى ليه سن تقدر المكنه تمسكه وتدخله جواها. قبل ما نبتدي اي حاجه محتاجين ان احنا ننظف البيد بتاعه البرينتر، والبيد هنا هو المكان اللي بينزل عليه القطعه المطبوعه بتاعتنا اللي هو ظاهر قدامكم، المربع الكبير اللي جواه مربعات صغيره. وهنا بنستخدم كحول ومناديل عادي وبنمسح كويس نتاكد ان مفيش اي بواقي قديمه موجوده عليه، ونبتدي عادي الطباعه بتاعتنا. وهنا كنت محتاج اوقف في النص عشان اغير لون البلاستيك او الفيلم. وبعد ما شلت الزوايد اكتشفت ان في خيوط من البلاستيك صغيرة محتاجة تتسيح بهواء سخن، فاستعملت الهيت جان وبس كده.